ألف مبروك للزمالك وهارد لك للأهلي. احنا مش جايين نتكلم في الكورة، الكورة خلاص انتهت والمحللين يعني اتكلموا في الكورة. احنا هنتكلم في الحاجة اللي احنا هنكتبها في الأجندة بتاعتنا. النهارده الزمالك اتفوق بحاجة واحدة بس، الصفات الإرادية. بمعنى إن الصفات الإرادية النهارده للزمالك هي اللي كانت أعلى، هي اللي كانت متوهجة، فبالتالي أثرت على أدائه. الصفات الإرادية ديت اللي كانت في الزمالك النهارده هو من الحاجات اللي قليلة، أو من الماتشات القليلة إن نحس فيها إن الزمالك كانت الصفات الإرادية بتاعته عالية. الحاجة دي كانت دايما بتبقى عند الأهلي بصراحة، يعني أنا كزملكاوي، لكن الأهلي دايما بيبقى هو متحمس أكتر بعيد عن الكورة، لأن الصفات الإرادية لما بتبقى في فرقة بتخلي المهارة واللياقة بتزيد، بمعنى إن هو يبقى أفضل. حتى لو كان في فرق فني بين فرقة وفرقة، لا الصفات الإرادية بتديك دفع أكتر. فالكلام اللي اتقال على الزمالك قبل الماتش، الزمالك استفاد بيه، ودي حاجة مش يعني جديدة أو حاجة ما بتحصلش كتير عشان أكون دغري. الزمالك استفاد من الكلام اللي اتقال عليه بشكل إيجابي، وحول الكلام السلبي اللي اتقال عليه ان هو ما يروحش وان هو مش هيوصل والاحتفال للاهلي قبل المباراه، الزمالك حوله لدافع، والدافع ده زاد من الصفات الاراديه بتاعته، فبالتالي تفوق مش بس كوره، يعني هي الكوره دي اخر حاجه. الكوره ممكن مكسب وخساره، الكوره ممكن تبقى فرقه موفقه وفرقه غير موفقه، لكن الزمالك النهارده اتحلى بالصفات الاراديه اللي خلّته تفوّق على الأهلي، اللي خلّته حتى وهو مغلوب تحس لأ إن هو مش هيتغلب، أو تحس إن هو هيحط جون، أو تحس إنه هيعوّض. الإحساس ده كزملكاوية ما بقاش عندنا كتير في ماتشات بالعكس، ده بيحصل العكس. ساعات إن أنت بتبقى ممكن تكون أفضل تمتلك الكورة، لكن الأهلي متحمّس أكتر، والأهلي متمسك بفرصته أكتر، فهيكسب. ده ما كانش بيبقى موجود عند الزمالك. فالكلام السلبي اللي اتقال قبل المباراة كان دافع ليه إن يزود من الصفات الإرادية بتاعته، فبالتالي ظهر على كل اللعيبة إن لأ الماتش مش هيتساب، أو الماتش فنستفيد هنا إيه ونكتبها في أجندتنا إن الصفات الإرادية هتتغلب عن المهارة، وهتتغلب على الصفات الشخصية، وهتتغلب على الإمكانيات الشخصية وكل ده. عندك صفات إرادية قوية هتكسب. مبروك للزمالك وهارد لك للاهلي.